هلو يا جماعة، هلو صباح الخير. ده تاني يوم ليا في دهب وانا دلوقتي جاهزة انا والانسة جيلي قاعدين مستنيين. دلوقتي هنروح ناخد الفطار والساعة 9 واحنا المفروض هنتجمع الساعة 10:15 عشان نتحرك 10:30 للثري بول. المفروض اكون خلصت فطار وكون لبست وجاهزة ومستنية قدام المكان الساعة 10:15 ان شاء الله. هنروح ناخد بقى طول الفطار. ودي شكل الأوضة اتبهدلت شوية، اتهانت شويتين 3، محتاجة تتروق وتتنضف. فيلا نروح ناخد الفطار بعد كده نرجع. اوكي يا جماعة، يلا هنروح دلوقتي ناخد الفطار ومعانا جيلي. جيلي يا جماعة، عايزة اوريكم. بصوا البحر عامل ازاي من ورا، يعني والله عارفين الفندق ده من جماله انتوا تيجوا تقعدوا فيه. بس استني البول اهي فاضية، ممكن تنزلوا فيها عادي. البحر من ورايا جميل اهو، انا هوريه لكم دلوقتي. وهنروح ناخد الفطار وبعد كده يعني جميل. الفندق لوحده تحفه، واسع جدا، فممكن تعملوا فيه كذا حاجه. فالحمد لله الموضوع لطيف قوي. بس انا كنت لسه خارجه معاكم دلوقتي من الروم وحضرت الفطار، بس انا ما عرفتش اصور لكم هناك، الدنيا مش زحمه خالص، الموضوع لطيف. وادي الفطار، ثانيه مش عارفه اقلب لكم الكاميرا. ده كده الفطار، هحاول اخلصه كله مع ان هو كتير. بيض والنسكافيه ودي الشباب والمعالق، خلاص على طول. وجولي قاعده بره مع ناس كده بتغير جو، لان هنا المفروض ممنوع ان هي تبقى معايا. هاخد الفطار وبعد كده نبدا ان احنا نلبس على طول. والبحر شكله جميل جدا. فانا لو من هنا بصوا شكل البحر من هناك عامل ازاي، فظيع. يعني انا كنت اصلا والله صاحيه ماليش مزاج وقلت خلاص اكمل نوم وبعدين مش مضطر انزل، بس لا، الفايبس بتاعت الموضوع هنا جميل جدا. فاكتر ونروح نلبس. هلو يا جماعه، بصوا بقى خلصنا الفطار، دخلت خدت شاور، غيرت هدومي ولبست الكاش مايو على المايو. وعايزه بقى اوريكم اشتريت شوز بحر. اشتريت الشوز ده عشان خاطر الصخور في دهب قويه جدا، وفي نفس الوقت مش حابه انزل برجلي، الموضوع بيضايقني يعني. واكيد كده هبقى محتاجه في اي وقت اي مكان هنزل فيه بحر. بس هو بقى بعد ما اشتريته، لان اللون ده عجبني قوي، لقيته ان هو ماتشنج قوي اصلا مع اللبس اللي انا لابساه، الشراشيب دي. فبصوا شكله كيوت قوي بجد، شكله حلو قوي، مبسوطه قوي بيه ومريح. بيفكرني بالجزم بتاعت زمان، كانت يعني اتاريها شوزات بحر واحنا بنلبسها ننزل بيها. anyway يعني ده الاوتفيت يا جماعه، شكله امور قوي مع انه اسود واسود، بس شكله شيك جدا. حتى لون الموبايل الوان في بعضها، بصوا. فده كده الاوتفيت وانا خلاص جاهزه. روقت الاوضه، روقت السرير بس بصراحه، شلت شعر جولي عشان هدخل الروم. صحيح عايزه اوريكم حاجه. بصوا انا بما اني بقعد في فندق لوحدي دايما ببقى مقلقه، والله حتى لو هقعد مع حد برضو ببقى مقلقه، وانا محتاجه الروم تتنضف. فانا دايما مش بثق خالص في اي حد، انا عندي ازمه ثقه فظيعه، مش بثق في اي حد ابدا. بس انا محتاجه روم تتنضف. وانا في القاهره عامله حسابي يعني، فجبت معايا السلسله دي وجبت معايا القفل ده. وانا كان معايا قفل تاني في البيت بس مش عارفه ليه استغبيته ما جبتوش، لان انا بحط واحد في الشنطه اللي انا بنزل فيها. يعني بصوا دي شنطه اللي انا بنزل باخدها معايا البحر، فلما باجي بنزل بسيب حاجتي مع حد، بس برضه انا رايحه لوحدي، فالحد ده ما اعرفوش وممكن يسرقني، فبحط دايما قفل في الشنطه وبقفل الشنطه. فانا جبت القفل اهو، وده السلسله. بس انا غلطت غلطه ان انا مش محتاجه الطول ده كله، فكنت المفروض اخلي الراجل يقسمها لي نصين، بس مش مشكله، دي انا بنتعلم من الدروس. انا قافله المكان ده، فاي حد هيخش يعمل الروم مش هيعرف يدخل او يوصل لاي حاجه جوه في الدولاب. فانا مطمنه على حاجتي كلها، والحاجات اللي بره هي كلها الميك اب بتاعي، اللي هو اكيد محدش هيمد ايده عليه يعني. بس جماعه بصوا الهوا هنا فظيع، مع ان الجو مشمس جدا بس فظيع. بصوا جولي مستمتعه جدا، قاعده عماله تشمشم. يلا تعالوا، عايزه اوريكم شكل البحر من عندي من هنا عامل ازاي، شكله كيوت قوي. في كلاب نايمه هنا، استنوا. في كلاب نايمه هنا اهي. شوف يا لهوي، نايمين خالص. ده في كلاب بتبقى. جولي ايه ده خدي استني. جولي مش بتعرف. جماعه بصوا بقى، انا في الثري بولز وانا مش هعمل سنوركلينج دلوقتي عشان كنت السنه اللي فاتت وعملت سنوركلينج، فهعمل سنوركلينج بس مش دلوقتي. هطلع سفاري الاول وادي جناي. بصوا ده البحر، يا نهار ابيض جميل وفاضي، عشان اصلا الناس مش بتعمل سنوركلينج هنا عامه، ممنوع. هناك الناس بتعمل هناك الحته دي كده بيعملوا سنوركلينج. في بقى هنا كلب ورايا قاعد بص في الميه، الجو حر عليه، قاعد في الميه وقاعد كده بقى بتاع ساعه ولا حاجه متحرك. وهنا جيلي هي ماشيه ورايا، كل ما امشي خطوه تمشي ورايا. بصوا. والله اليوم لطيف والجو حلو، مش حر قوي، ممكن عشان خاطر الهواء بتاع الميه بيبقى طريق طراوه شويه، ممكن السفاري بقى اللي تبقى حر. هاخدكم معايا في السفاري، ومتحمسه جدا اشوف حاجه جديده مش شفتهاش قبل كده. فايه ايه انا بقى مش عارفه لسه هعمل ايه في موضوع جولي. يعني انا مش عارفه هعمل ايه في جولي بصراحه، هاخدها معايا ولا اسيبها هنا. انا خايفه اسيبها لان هي ماشيه ورايا في كل حته،
بتحارب بس عينه مع جيلي. ان شاء الله الاقي لها حل في السفاري واخدها معايا ونطلع في السفاري. بس وبعدين الثري بولز بقى انا عايزه اروح اشوف السمك، عشان السنه اللي فاتت انا كنت مبهوره بالثلاث احواض سمك، فممكن بقى وانا بعمل سنوركلينج اسيب جيلي. وجبت كمان شوز بحر نفعني جدا، الحمد لله ان انا خدت قرار ان اجيب الشوز ده، الحمد لله بجد فظيع وبيساعدني جدا في الميه. ف في قرارات كده بنعملها واحنا مش حاسين بقيمتها في وقتها، بس بعد ما نعملها بنحس قد ايه كانت مهمه جدا. فنشتري شوز ده حاجه منهم يعني، الحمد لله الحمد لله. جيلي بقى ورايا، مش عارفه انتوا شايفينها ولا عشان الشمس ضاربه في عيني، بس هي ورايا تحت اهي. فيلا يلا يا جماعه، خلاص جبت السكارف شكلها حلو قوي، وهنبدا نركب دلوقتي، او هبدا اركب. الناس كلها ركبت خلاص، انا كنت بودي جيلي. منظر الجبال فظيع، منظر الجبال تحفه. مستنيه بقى ايه اركب انا كمان، مع اني بعد ما سمعت الانستراكشنز حريت بقى الاكتر، بس ان شاء الله خير. بسم الله. هلو هلو هلو. بصوا يا جماعه بقى المكان هنا فظيع بالنسبه لاول مره يعني. انا بحب الحاجات اللي اول مره بقى اكسبيرينس، اول مره بقى عارف مش عارفه لسه اشوف ايه، ده بيحمسني اكتر. وانا عشان عايزه اجيب ميه. فالموضوع لطيف قوي. انا اقعد هنا اي ثينك هيشربوا شاي بدوي او حاجه. ده الجروب اللي معايا. اوكي انا عطشانه جدا، انا غبيه عشان المفروض كنت اجيب شنطه الظهر بتاعتي واحط فيها الميه وكل اللي انا محتاجاه، بس انا ما جبتهاش. معلش مش مشكله، دينا بنتعلم. اوكي انا كده هنا المكان. بص كمان السقف من فوق عامل ازاي، قش او باقي نخل يعني، فالموضوع بصوا كيوت. استنى انا برضو عطشانه. هو شكله مش هو لازم، بس انا باجي عند المدرسه والله. هو الجبل ده احنا بنطلع. بصوا ده شاي طعمه حلو قوي، مش فاكره اسمه ايه، تقريبا شاي بريحان تقريبا، بس لو حد يعرف اسمه يا جماعه اكتبوا لنا في الكومنتس. طعمه كان حلو قوي على فكره، بس هو كان مليان سكر وده اللي كان مخلي طعمه حلو، وكانوا حبه شويه صغنطاطين مش كتير، فلا حبيته يعني طعمه لطيف. وده بعد ما جربت الشاي. طلعت وادي جنين لطيف قوي. بصوا المنظر بتاع الجبال من عندي من هنا تحفه. بصوا سبحان الله بجد ايه الجمال ده. والزرع ده في وسط الجبال، طبعا محدش بيسقي الزرع ده ولا حد مهتم بيه، بس متهيألي هو من ميه الامطار، ودي الحاجه الوحيده يعني اللي بتخلي زرع زي كده يبقى طالع بالشكل ده، فلا حلو. وطبعا جبل بقى يعني لازم ميه، اساسي ميه، ما ينفعش من غير ميه. والحمد لله ان في ناس بتبيع ميه هنا، طبعا الصغيره دي بتتباع في كل حته ب 10 جنيه، جبتها ب 20 جنيه الدبل، بس عشان انتم عارفين ان انتم محتاجينها. وانا استغبيت لان انا المفروض كنت وانا جايه من الفندق اجيب معايا شنطه الظهر وانا جايباها عشان الحاجات دي، بس انا ساعه عني خالص، ساعه عني معرفش ليه. ميه جبل يعني ميه، فجبت الميه الحمد لله. وصلنا بالسلامه، دلوقتي هنرجع نركب البيتش باجي ونرجع تاني. لا ده مش الجروب بتاعي. وسبحان الله ازاي في زرع في المنطقه دي، اللي هو حاجه غريبه جدا يعني. وكمان في بيت هنا، في بيوت هنا يا جماعه، مش عارفه هل دي بيوت ناس. انا عايزه اقف في الظل عشان الجروب بتاعنا لسه فوق، لسه فوق، معرفش ليه الجروب بتاعنا لسه فوق وانا هنا، بس في ناس انت بنتابع فين هنا. بس شكل في بيت هنا مش عارفه انتوا اهو، هو ده، مش عارفه هل ده بيت في ناس عايشين فيه، لان على طرق دهب كلها وانتوا جايين في من دول كتير، فانا مش عارفه هل في ناس هنا ولا لا. في واحده معاها بيبي، مش عارفه ازاي جاي من عند معاها بيبي، بيروح قلبي هيبقى حرام من الشمس ومش قادر يطلع الجبل بيه، يكاد يكون مستحيل يعني. ده انتوا تبقوا انتوا طالعين فيه حبل كده بتمسكوه عشان تنزلوا من على الجبل، لان هو بيبقى منحدر جامد قوي، فممكن حد لا قدر الله يقع يعني. فانتوا عارفين يا جماعه ان انا كنت قريت قبل كده ان الجبال بتسحب الطاقه السلبيه، يعني انت لما تقعد في جبل، لان الجبل ده احجار وبيبقى راسخ في الارض، فهو بيديك يعني كل حاجه في الطبيعه بتديك احساس مختلف. الجبال بتدي احساس الاسترخاء وانك بترجع للطبيعه، وانها بتصفي الطاقه السلبيه تماما. وانا فعلا بحس ان لما ببص يعني بشوف بحر او جبل، الحاجتين دول بالذات، البحر بعد الناس لسه واصله دلوقتي، بيبقوا ماشيين لاينز، بصوا زي ما انتم شايفين كده، والمشيان لازم
لازم يكون في لاين زي كده. بصوا مشيان البيتش باجي لازم يبقى في لاين بالمنظر ده، الناس بتبقى داخله في لاينز. بصوا ممنوع حد يطلع بره اللاين، يعني احنا دي من الانستراكشنز اللي قالت لنا ممنوع تماما منعا باتا ان حد يطلع من اللاين خالص. فشكله بيبقى حلو قوي. بصوا كله بيبقى داخل، احنا كنا كده برضه، بيبقوا كله داخل لاين وكله ورا بعضه ومحدش يعدي حد، عشان يعني بعد الشر لا قدر الله ما يحصلش اي حوادث او حاجه. فالموضوع منظم جدا. فيا جماعه الحمد لله على سلامتكم. فظيع. شكله حلو قوي. اوكي انا بدور على الجروب بتاعي عشان انا كان معايا ناس مش عارفه هم فين، هم بيريحوا ولا ايه. انا قمت واخداكم بقى وطلعت على بره. الجو مشمس جدا، مشمس بس الرطوبه مش عاليه، يعني ما تعرقوش بس تبقوا حاسين بالحراره. فالحمد لله ان درجه الحراره لطيفه النهارده. انا حاليا في مرحله اني بدور على الناس اللي انا جايه معاها مش لاقيهم، ممكن يكونوا قاعدين مريحين، معرفش هما فين. هشوفهم فين. لو مريحين رايح، لان احنا خلاص بعد كده في جزء منهم هنا، بعد كده هنروح بقى نمشي.